السلام عليكم متابعين ولاء يوسف، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده جايبه لكم فكره مشروع هايله وناجحه 100%، وهي مفروشات وبيضات الانتريه والركنه والسفره الجاهزه وكفرات المراتب. ممكن تفتحي محل مفروشات بيهم او تشتغلي من البيت اونلاين، وهنقول ازاي. دوت بعض الصور اللي موجوده في الفيديو. انا عامله فيديو مع صاحب محل موجود في الازهر، ما شاء الله عنده كل تشكيل اللي ممكن تشتغلي منه من البيت للمفروشات او البياضات او كفرات المراتب. دي شكل محل بقول لكم، ممكن تفتحوا محل بس للمفروشات، سواء لانتريه ركنه سفره مفارش الانتريه اللي هي بتبقى بالفرو. دي تشكيله من الفرو. كمان ممكن تعملي منه الكوشن. انا جايب لكم شكل الكوشن اهوت. ادي شكل الكوشن ممكن تعمليه من الفرو. والفرو ما شاء الله نازل منه الوان كتير حلوه جدا. ممكن تعملوا منه المفارش بتاعه الانتريه لسه نازله برضك جديده كده وحاجه قيمه وشيك. ممكن تعملوا منه مفارش للسفره. ليه كذا استعمال الفرو، ومشروع ناجح من المشاريع الناجحه. طبعا انتوا عارفين العرايس مش بتبطل شراء. واي ست او اي ست بيت بتحب التجديد يعني. هنا بقى للمد العربي. دي مفارش معروفه ان هي المد العربي او السيناوي بالاسم دوت. بتعملوا منها في منها خامتين، نوع 140 عرض ونوع 240. ممكن تعملوا منه حفاظات وطقم للركنه او للانتريه او القعده العربي. ودي بعض الصور منزلها عشان تشوفوا بس شكل القماش. انا كده كده عامله فيديو مع صاحب المحل، هو هيقول لكم على الخامه وهيقول لكم على اسعارها. بس ده كده بس بكلمكم على اللي انا هصوره بعدين معاه. دي خامه قطيفه حفر ليزر ما شاء الله حلوه برضك. ممكن تعملوا منها ستاير، ممكن تعملوا منها بياضات انتريه ركنه. تعملوا منها برضك كسوه سفره. ليها كذا استعمال. اسعاره كلها جمله على فكره. دي برضك اطقم انتريه. انتريه، ايوه انتريه. وكمان على فكره هي متقسمه، يعني دوبك بس انتي بتروحي قصاها وعايزه بس اوفر، مش محتاجه مكنه خياطه. هي المفارش دي كلها محتاجه اوفر بس. هي اصلا بتيجي متقسمه. اما الحاجات اللي بتكون بالمتر تتباع، دي اللي بتحتاجي اوفر ومكنه، لان ممكن تفصليها طقم كامل يعني. دي تبع المفارش بتاعت الانتريه. هو طقم كامل وبيتباع كامل على بعضه. ودي كمان منها ما شاء الله يجي كذا لون، الوانها كلها جميله جدا وشيك. دي برضك من المشاريع المربحه جدا وحلوه قوي قوي قوي، شغاله كعرايس كستات بيوت. ما يعني في محلات كتير قوي فاتحه. وزي ما قلنا هي فكرة محل كويسة أوي انك تفتحي محل مفروشات بيشمل كل اللي احنا عرضناه دوت. ولسه كمان هتشوفوا مع صاحب المحل اللي هيعرض لكم الشغل بتاعه. هو قماش، هو بس بيتاخد يتعمل سرفلة. مش محتاج شغل يعني. وفي حاجات لو حاجات محتاجة اللي هي بالمتر ممكن تقصيها وتعمليها. دي من بعض الصور اللي احنا صورناها. وهنا كمان جايبه لكم ده المد العربي، ممكن يعمل منه كوشينات زي ما انتم شايفين كده. يعني بص عنده حاجات كتير قوي قوي، قماشه كتير. ودي كمان بالمتر. ده متر بالمتر عرضه 140 منه زي ما انتم شايفين 7 الوان. ده كمان بقى بيتفصل، يتعمل بقى بياضات انتريه، ركنه صالون. ممكن كمان العادات اللي هي العربي. دي كمان تبع الركنات، بتبقى ركنه مترين وركنه مترين، يعني 4 متر. زي ما انتم شايفين ما شاء الله، شغل بجد بجد حلو جدا وكمشروع مربح. ممكن تفتحي محل زي ما قلت لكم، او تشتغلي من البيت اونلاين. تفتحي لك بقى جروب على الفيسبوك، او تعملي واتس على كل حبايبك وتعرضي شغلك وشغل. حتى لو ما عندكيش مكنه مثلا اوفر او كده، بتوديه الشغل، توديه لاي حد بيقفلوا لك يعني بسعر بسيط، يعني لان هو ما فيهوش شغل، هو جاي متقسم. والشغل ده كمان موجود، بس هو بقى حطوا عليه زياده الفرنشه دي بدك بتشتريها وبتحطيها عليه. دي كمان من الشغل اللي بيبقى موجود هناك. زي ما قلت لكم في المحل اللي احنا هنصور فيه في الازهر. انا بس كده جمعت لكم كل الصور اللي موجود منها القماش عشان خاطر تشوفوا هو القماش دوت بيتعمل بيه ايه اللي احنا هنصوره. لان طبعا الحاجه وهي مفروشه غير خالص وهي معموله على الطوب. دي ركنات. بتبقى مثلا الركنه غير غير الانتريه غير الصالون، لان كل حاجه ولها. ده بقى بصوا بقى الجمال ده بقى مفرش السفره رهيب. مفرش السفره الجبلان ده شغال 100%. يعني حلو قوي قوي قوي، وسعره كمان مناسب. بيتباع بره في المحلات غالي طبعا، انت ما تجيبيه وتقفليه. هو بيحتاج بردك سرفله وتانية بسيطه. ومنه بقى الوان كتير حلوه جدا، شغال بصراحه يعني. هو كده منزلين كذا لون منه.
نقول لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. انا بس ايه بجمع لكم الصور كده عشان خاطر اعرف اقول لكم على اللي انا لسه اصوره. ده بقى الجاكار اللي هو بيتعمل منه الكفرات بتاعت الانترهات والصالون. ده بقى اللي ممكن بقى تعملوا برضك منه مشروع، هو بس هو عنده منه جاهز. دي كفرات المراتب الوتر بروف، يعني معاها طبقه عازله، وش فوطه ووش جلد زي ما انتم شايفين كده ابيض. هو مشروع حلو جدا يا بنات. هو عنده جاهز منه هيوريكم. انا كده بقى بصور لكم المحل من تحت، وبقول لكم البوابه الهنديه اللي عند سعيد جوجو. اسمه حماده امام. بس بتسالي عليه في المنطقه ديت بتطلعي له على طول في حاره المالتي، جاي من حمزاوي في شارع الازهر كده. تمام. هنطلع له بقى فوق وهو هيشرح لنا الخامه، يقول لنا كل خامه وسعرها كام. هنقول تاني السلام عليكم ورحمه الله. عند حماده امام وبس معاه زبونه. طبعا زي ما انتم شايفين كده دي قطيفه حفر، وطبعا هنقول على سعرها دلوقتي ويوريها في الفيديو. ده دي ليكو بتاع الحفر. خلاص مش لازم تفتح عشان الموضوع. دي حاجه دي حفره مش بتاع الشعبيه. دي طبعا هقول كلها. دي بتعمل ايه بقى؟ ايه كسوه ولا بيضات؟ بيضات كسوه، بتعمل ستاير، كذا حاجه. تمام. المتر فيها بكام؟ على 50 جنيه. عرض 100 عرض متر و40. متر و40. طبعا بعض الناس كتير قوي بيدوروا عليها اصلا. هي حلوه بصراحه. في لونها طبعا عندك البني حفره، هتبقى حاجه حفره خامتها حلوه. لان شاطر لون فيها زي العسل. لا ما شاء الله كذا لون. عندك ده الكريت ده كان كيلو 6 جنيه اهو. ده عشان برضه انت اول مره تصور عندنا هنا تعمل لك واجب معاك. هو اللي هيجي لك بقى يقول لك تبع ولاء يوسف تبقى تظبط له الاسعار. الرسمه نفسها لا ما شاء الله خامات تقيله حلوه ما شاء الله. تمام. ده عامل 175. الطقم كامل ها؟ كنبتين وكرسيين وست مناديل. تمام. لا انتريه لكن صالون باشكاله مختلفه. فين الركنه؟ ده طبعا الوان الانتريه. عندك الوان الانتريه. دي الوان الانتريه. عندك النبيتي، الكافيه، كشمير، سكري، البني. تعمل منها بيضات. رسمه النجمه، الخامه النظيفه الاصليه. الخامه النظيفه اهي. دي اللي يحب يعمل مشروع مثلا بياضات يبقى ياخد من هنا الشغل ده. حلاوه الحاجه دي في حاجه ايه هي؟ هي جايه متقسمه. الانتريه بتاعها لا، الانتريه بتاعها بيمشي معاك كنبه 4 كراسي ويمشي معاك انتريه، كنبتين كرسيين. تمام. لو حبيت كنبه 4 كراسي بتقص الكنبه الصغيره تعملها كرسيين، فبتنفع معاك عادي مفيش اي مشكله. ماشي تمام. ده بامر الله تعالى ان شاء الله مش هتبقى في حاجه عندي 160 وفي حاجه اقل شويه زي الموضوع تحت في السوق تحت على معاك 150 جنيه. اللي هو طقم الركنه؟ كان لا كنبتين وكرسيين وست مناديل. في 150. يعني هي ركنه، يعني هي بقى بتشوف هي مقاساتها ولا ايه؟ امال ده ايه؟ ده انتريه كمان؟ 10 قطع. خلاص ماشي تمام. ماشي. عندي حاجه برضه حاجه زي كده زي دي برنت نفس الشغل ايه؟ دي بالمتر. دي كده مفتوحه بالمتر بتقصها زي ما انت عايزه. لا ما شاء الله جميله قوي دي. دي خامه كده احسن. دي تعمل منها بياضات للانتريه تبقى تحفه. في عندك ده ولا ايه؟ وبعدين الخامه كمان لا ما شاء الله حلوه. حاجه بسم الله ما شاء الله كويسه. ماشي. دي برضه المتر بتاعها يعمل معاك برضه داخل عرض عشان برضه السيزونات. ماشي هيعمل معاك 42 جنيه المتر. تمام. عندك منها يحتمل الرماد والبني واللون هي الوانها اهي. الوان يعني يعتبر 7 الوان ان شاء الله منها. عندي برضه الفيرزاتش ده اللي ب4 الوان دول. ده عندك ده اللي بيتحط على الملايات. بيتحط على الملايات. المتر 16 متر بكام؟ ب 40 جنيه. تمام حلو والله يوفر عليهم. يعني عندك 16 متر ب 40 جنيه. يعني مجموعه مثلا ممكن ياخدوا مع بعضيهم مثلا كميه ويقسموها مع بعض. فعلا. عشان بطوط. عندك حاجه برضه والناس اللي شغاله مش محتاج تقسم بقى. وده زي جبلان بيتحط على الملايه. بيتحط برضه على الملايات. جميل قوي برضه. المتر 12 متر عامل معاك 40 جنيه. تمام حلو. عندي حاجه زي كده برضه دي بس هم اخد مني. ده اللي هو الجاكار. ده الجاكار بتاع الملايه. ده المتر 45 جنيه في اللونين دول. حلوين. عندي طبعا اللون المد العربي ده موجود. المد العربي ده كمان حلو شغال قوي يا ولاد. بياضات حافظات سجاد شغال حلو قوي. المتر 35 جنيه داخل عرض برضه يعني النهارده تياب مقفوله. سعر المتر فيه 35؟ تياب مقفوله والله حلو السعر القديم. ب 32 و 33 النهارده تياب مقفول. يعني انت كده عامل لهم عرض ان هم يجوا عليك ان شاء الله. من هنا بقول لك تعالى
معاك لغايه الثلاثه والاربعه. خلاص ماشي. ماشي. عندك طبعا ده الركن اه اللي هو الكنبتين، كل كنبه 2 متر ونص. ماشي. كل كنبه 2 متر ونص في عرض 70. كنبتين وست مناديل. ده للصالون. ده مش الصالون، ركنه. ركنه. ده الصالون حاجه ثانيه. للركنه. تمام. الخامه برضه الخامه الاصليه بتاعتها على فكره. خامه جميله والشكل باين عليه. ده بقى خامته لك حلوة. تعالى داخل العرض عامل 160 جنيه. 160 للركنه. كم متر الركنه؟ كنبتين، كل كنبه 2 متر. يعني 4 متر. في لركنه 4 متر. وست مناديل. 160 160 جنيه. تمام. عندك طب لون كشمير دي الوانه؟ كحلي. تمام. كشمير كحلي نبيتي. ماشي. عندك اللون البني، عندك الكافيه. ما شاء الله الوانه كتير. عندك البيتي برضه 7 الوان برضه. اللون السكري. تمام حلوين. ماشي. عندك النجمه هنا دي. النجمه دي ايه؟ عندي حاجه زي كده ب 125. الطقم. كانت طقم ركنه كمان. كانت 86 ب 125. عندي حاجه زي كده ب 140 جنيه الخامه التقيله بتاعتها. تمام. ماشي. طبعا عندك هنا ايه الوان الجاكار زي ما انتم شايفين الوان الركن اهي. اللي عايز يعمل مشروع من البياضات ديت مشروع ناجح جدا. حلو بصراحه يعني. ومعاكم عند استاذ حماده امام. هبقى اقول لكم الوصف ازاي في صندوق الوصف. ما شاء الله ده بقى ايه مفرش سفره او حافظه جميل جدا. يمشي. بس هو بقى سفره او حافظه جميل قوي. كام سعرها؟ ده عامل 130 جنيه. 130 ما شاء الله جميله. الاسعار دي جمله يا بنات، مش عشان بس مش تعملوا السعر عليها، دي اسعار جمله. في بعض الناس برضه معظم نازلين الخامه دي خامه ثانيه اهي عامله 210. دي موجود منها بسم الله شغل ما تحت. شاء الله. بص دي كمان دي ب 110. 110 سعرها جميل والله. خامات تقيله وحلوه ان شاء الله. دي في منها الوان ودي الوان يعني كده. عندك انت الوان ام 110 وعندك الوان اللي هي 100 وكام قول؟ 130. طب الوانها مش موجوده يشوفوها ولا؟ في الكافيه اختار برضه حاجه ايه؟ في اتياب مقفوله يعني الكافيه مش ايه؟ يعني لسه في اتياب مقفوله. جميل قوي الكافيه. التشمير جميل ما شاء الله. ماشي. عندك الرصاصي. الرصاصي تحفه. زي ما قلنا لكم ممكن ينفع حافظه او مفرش طبعا صفر. الكحلي او حاجه فرد فردليه. جميل. طبعا الكلام الثاني جاي خلي بيتي. خلاص ماشي. هما نزل لهم الكارت بتاع حضرتك لو هيحب يتواصل معاك في شحن صح؟ ان شاء الله في شحن يا بنات جميع المحافظات. وطبعا ده اللي بعض الناس بيدوروا عليه ده كنار بتاع الجاكور. ايوه بتاع بتاع الجاكور اهو. ده الكنار بتاع الجاكور. ده الكنار بتاع الجاكور. تمام. ده بأمر الله تعالى ده برضه داخل العرض عشان تسيبها. ده برضه بأمر الله تعالى هنمشي لك المتر قطاعي 23 جنيه مؤقت لغايه يوم الاربعاء اخر خلاص ماشي. لغايه يوم الاربعاء. تمام. طبعا في بعض الالوان الجاكار دي موجوده حاليا. ديت الالوان الموجوده وان شاء الله التشكيل الجديد جاي على اخر الاسبوع. في الكوريشن سعر الكوريشن برضه بأمر الله تعالى سعر حلو بالنسبه للقطاعي عامل 135. تمام. جمله سعر ثاني بأمر الله تعالى. خلاص ماشي. بأمر الله تعالى. عندك برضه هنا المفاجاه بتاع دي. عنده ما شاء الله تشكيل كتير قوي. تحبوا تشتغلوا في اي ده الوتر بروف بتاع مشروع بقى معاكم هنا الوتر بروف. وبعدين عنده كمان ما جاهزين بقى. لا هتحبي تفصلي ولا حاجه جاهز. الخامات اهي. حتى كمان القماش اللي محطوط فيه حلو يتحمل حاجه يعني بسم الله ما شاء الله. والظهر كمان بصوا ده ووتر بروف كفرات مراتب ما شاء الله عندي جميله. جاهز طبعا اللي عايز جمله. انت عندك جاهز وعندك طبعا قماش برضك. احنا كنت عندك قماش. قماش موجود. القماش قطاع ب 60 جنيه. سعر الوتر بروف قطاع ب 60. بس هو بره ده بره ب 65. الحمد لله رب العالمين. اسعارنا الحمد لله رب العالمين. تسلم يا عم حماد. عندك برضه بأمر الله تعالى لو جمله بيبقى اقل من كده. فطبعا سعر الجمله طبعا عشان تبقى بجمله. تمام. عندك طبعا ده جاهز. ده يا بنات اللي يحب يشتغل في مشروع كفرات هيجي هنا عند عم حماده امام. يعني ما شاء الله عنده تشكيل كبير قوي من الكفرات جاهزه. هتاخديها وممكن تجيب لها كرتونه تغلفيها وتبيعيها كانك شاريها على بعضها كده. طبعا دي مقاساتها اهي عشان برضه الناس تقول لك ايه عنده كل المقاسات من 120 150 160 180 وفي برضه 170 واكيد في 170. في موجود 170 بس مش موجوده الا حاجتين بس 170. وانت كمان لو في حد طلب منك مقاس مثلا مترين او 190 انت بتفصليها. هو عنده القماش هو ممكن يعمل لك بالطلب. دي طبعا الوانها طبعا بأمر الله تعالى كل الوان الكفر اهو كفرات ووتر بروف. هبقى انزل لكم صوره. عندك برضه بأمر ولو احتاجوا منك كميات جمله يا عم حماده خلاص مش اي كميه من الوتر بروف موجوده. ممكن برضك يعني تحاول تشوف لهم الكراتين. لو حد الكرتونه دول هتبقى كام 12 جنيه 15 جنيه
لا مش ممكن إنجازي. توفرها، ما في مثلا بنات ما تعرفش ممكن توفر يوفرها لهم كرتون، ان شاء الله. يعني ممكن توفر لهم بحيث ان يبقى ده مشروع براحته. ليهم كفرات ومع الكرتون لو حابب يعملوا تغليف ليه. براحته، بس الكرتون هتكلف معاه. ما هو بقى كل واحد حسب ما يعني بيعه، يعني حسب ما يحط ده السعر. طبعا ده قطاعي، المقاس بنفس السعر، جمله اقل. تمام يعني ايوه مثلا اكيد. هنا اهو ده ب 120، قطاعي ب 120، 150 ب 150، 160 ب 160، 180 ب 180. تمام ماشي. الجمله اقل في السعر. خلاص ماشي. بامر الله فعال. خلاص لو نقفل عندي بقى حاجة معاهم بقى عشان خاطر الفيديو. في ستان الطموطه برضه زي ده بتاع صالونه. ستانات لصالون ستان صالونه بتاع الفساتين. بتاع الفساتين يعني عندك انت كان بتبيع منه ولا اطواب؟ لا اتواب بس. ده اتواب يا بات لو حد شغال في الملابس وعايز ستان ايه؟ ده ستان صالونه. ستان صالونه. اه. عنده ستان صالونه للملابس جاهزه لو حبيتوا يعني استوارات وكده. عنده ما شاء الله تشكيله كبيره قوي ان شاء الله. الالوان هي كلها، بس دي هتبقى اتواب جمله. خلاص ماشي. قفل معاهم بقى يا عم حماده. انت بألف خير. وبكده خلصنا تصوير مع عم حماده بقى. زي ما قلت لكم انا هسيب لكم العنوان في صندوق الوصف، ولو عجبكم الفيديو المره دي ان هو يكون حاجه مفيده ليكم يا ريت تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.